لو 10 برانيك جودة. احنا والله بنودي الثلاجات. محمود، نعم. انا امبارح سمعت منك كلمة، قلت لي الناس واحنا داخلين بالتمر بتاعنا على الثلاجة بيقولوا ايه؟ بيقولوا بسم الله ما شاء الله. مش موجود عندنا في سيوة. ما شاء الله. لاسباب معينه احنا بنعملها، الاستاذ محمد بيشرف عليه. شايف الكيس ده؟ او ده حفاظ على البلح، او ده اساس البلح. عديت لقيت في نخلة في سيوة عليها الكيس ده؟ لا هو بعدين يجيبوش ليه؟ يقول لك انا اجيب ب 100,000 جنيه كيس، كيس 30 جنيه وهيبقى ب 40 جنيه 45 جنيه في الوقت. استاذ محمد النخل التمر كله مفيش رملايه وكله متفرفض. واحده من واحده. انت بتجفف. انت لو مش مركب كيس هتاخد البلح ده كله مش عجوه، ده انت هتاخده المكان تجفيف. وملان رمل بقى ورمل. وتحت الكيس شفت انت اللي شوالي في الكيس؟ دول الكرام تحت الكيس. صحيح. عملوا ايه بقى؟ ذبابه، دوده، حشرات. حشرات. عملوا لك حشرات وبدلت الدنيا. يبقى ماشي شامم ريحه ايه؟ حاجات معسله ومسكره، وتلاقي الناموس والهاموش في كل حته. صح. فهمتني؟ وخساره وخساره. ومنظر مش وعايز لطيف. شغل تاني. وداخل قرفان. وداخل قاعد تحت النخله بتحصد بتعمل، تلاقي الناموس والنمل والدنيا. ورزق على الارض حرام. هو رزق على الارض. هو بكام الكيس؟ جاب ثمنه ال 2 كيلو اللي فيه دول ثمنه 100 جنيه. هو اصلا كله ب5، وانت موفر في كل نخله تمر هيقع ب 100 جنيه. بس هو الموضوع ايه؟ هل احنا ساعات احنا بنشوف الموضوع من بره يقول لك هجيب ب 100,000 جنيه كاس. الزراعه عايزه فلوس وعايزه فكر. صح. توفرت الفكر ودعمته بماديات هتلاقي نتائج كويسه قوي. لكن سوء الاحوال الاقتصاديه للمزارعين ومشاكل المزارعين بسبب ضغوط المصاريف بتخليه يغفل عن حاجه زي تخش الارض قرفان منها. لكن المزرعه النهارده مش بتدي الا اللي بيديها. ما ادتهاش مش هتديك. هتيجي المزرعه تبقى متضايق، داخلها قرفان، ما عندكش خلق تتكلم مع حد بسبب النمل والعقرب والدنيا لكن انتوا ما شاء الله انتوا داخلين اهو ما شاء الله. ده يعني احنا هنا في موسم حصاد. غصب عننا والله يا استاذ محمد نتورط على الطريق دي والله غصب عننا. لا ده معلش الله ينور انت عليك. ضغطة شغل بس. الله ينور عليك. لا برضه احنا داخلين على موسم نظافه بعد كده. استاذ محمد برضه نوه لنظافه المزرعه من الغاب والبوص والحشائش والكلام من ده. انا قلت لهم طبعا احنا في عود بوص مجهود جبار والله. ولا في عود ولا في حشيشه في الارض؟ لا ما شاء الله. الله ينور. لا ما شاء الله كل شيء نضيفه.